تفتكر لو مباراة كرة القدم كانت بتتلعب 80 دقيقة بس، هل كل الأهداف القاتلة بعد الدقيقة 90 كانت هتتسجل؟ ولا كانت هتتسجل بعد الدقيقة 80؟ ولا كنا هنعيش تاريخ كروي مختلف؟ ثواني قليلة قلبت بطولات، غيرت مصير أندية، وكتبت أساطير. النهاردة هناخدك في رحلة لأشهر الأهداف اللي ما كانتش هتحصل لو الصافرة جت بدري. 6 مايو 2009، نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لندن، ملعب ستامفورد بريدج. تشيلسي بيواجه برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. الذهاب في الكامب نو انتهى 0-0 بعد مباراة مثيرة للجدل والتوتر في أعلى مستوياته وتصريحات من الطرفين. تشيلسي جاي مباراة العودة وهو الأعلى حظوظا وسط أرضه وجماهيره. المباراة بتبدأ وتشيلسي بيلعب بدفاع ضاغط وهجمات مرتدة، وفي الدقيقة 9 مايكل إيسيان بيسجل واحد من أجمل أهداف دوري الأبطال، هدف صاروخ من بره المنطقة. الوقت بيعدي والبارسا عاجز، بيسيطر على الاستحواذ لكن بدون فاعلية. المباراة مشتعلة، ده فعليا مشتعلة، أخطاء تحكيمية بالجملة وضربات جزاء واضحة ما بتتحسبش. تشيلسي بيطالب ب4 ركلات جزاء، 4 شدة من داني ألفيش لمالودا، وشدة لدروجبا من أبيدال، ولمسة يد واضحة على بيكيه، ولمسة يد على إيتو. مش بس كده، إن برشلونة كمان اتظلم في طرد أبيدال اللي الإعادة أثبتت إن أنيلكا وقع لوحده. وصلنا للدقيقة 93 وبرشلونة خارج البطولة. فرصة أخيرة، الكرة دلوقتي عند ميسي، تمريرة بالعرض لإنيستا. غدارة 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 غدارة. بس تخيل لو المباراة 80 دقيقة، لو ما وصلناش للدقيقة 93 وإنيستا ما سجلش، فالتاريخ كان هيتغير. كان تشيلسي هيوصل للنهائي، وهيبقى النهائي إنجليزي خالص للمرة التانية على التوالي، نهائي مكرر من نسخة 2008. فرصة ذهبية لتشيلسي لرد الاعتبار بعد خسارة موسكو بركلات الترجيح، فرصة لجون تيري لرد اعتباره بعد ما ضيع الضربة الحاسمة في نهائي موسكو. أما بالنسبة للبارسا فده كان أول موسم لبيب جوارديولا، والخروج ده كان ممكن يتحسب فشل. كانت فكرة التيكي تاكا نفسها كانت هتواجه تشكيك. أسطورة السداسية التاريخية وأفضل فريق في التاريخ كانت هتختفي للأبد. بالنسبة للبالون دور فكان ميسي أكيد هيتراجع في سباق البالون دور، وهيكون أقرب المرشحين كريستيانو رونالدو حامل الكرة الذهبية، ده لو كان اليونايتد فاز في النهائي. ممكن لامبرد أو دروجبا. لو تشيلسي فاز بالأبطال، ليونيل ميسي كان ممكن يبقى في المركز الثالث. هدف إنيستا كان تأثيره كبير، مش بس على برشلونة، لا ده على الكرة عموما. كرة القدم دائما تعطيك فرصة للانتقام. الزمن دار، وفي 2012 بعد 3 سنوات، بعد ما الكل قال ان تشيلسي جيلهم الذهبي كبر، رجعوا وبيواجهوا نفس الخصم على نفس الارض وفي نفس الدور. مباراة برشلونة وتشيلسي، نصف نهائي دوري الابطال لعام 2012. الذهاب تشيلسي فاز بهدف نظيف على ملعبه، بهدف دروجبا رغم سيطرة برشلونة الكاملة واهدارهم للفرص. يمكن ده من اكتر الماتشات اللي شفت فريق واحد بيضيع فرص بالجملة بتضيع. العودة على الكامب نو، برشلونة داخل المباراة بقوة وسجل هدفين عن طريق بوسكيتس وإنيستا عشان الأمور تبدو إنها اتحسمت. لكن قبل نهاية الشوط الأول راميريز بيقلص الفارق بهدف عالمي من فوق الحارس. في بداية الشوط الثاني طرد للقائد جون تيري بعد تدخل غير مبرر، لتزداد الأمور صعوبة على تشيلسي. البارسا حصل على ركلة جزاء، كله قال خلاص المباراة راحت لبرشلونة، لكن ميسي أهدرها عشان أعصاب الكتالونيين تبدأ في الانهيار. وفي اللحظات الأخيرة توريس انطلق بهجمة مرتدة وسجل هدف قاتل عشان يقضي على أمال برشلونة ويصعد تشيلسي للنهائي. تشيلسي صعد ورد الدين، وكأن 2012 كانت القصاص العادل لما حدث في 2009. تشيلسي وصل للنهائي، لكن مش أي نهائي، النهائي في إليانز أرينا، ملعب خصمه في النهائي البايرن المرعب وسط 75 ألف مشجع ألماني. كل التوقعات ضد البلوز. موقف تشيلسي صعب، كان داخل بنص الفريق غايب، تيري موقوف، ميرليش موقوف، راميريس موقوف، إيفانوفيتش موقوف، حتى هيل ولويس كانوا مصابين لآخر لحظة. الفريق شكله هيودع ومش هيحقق حلم التتويج الأوروبي. في ليلة 19 مايو 2012 على ملعب الإليانز أرينا، دخل البايرن وسط جماهيره وتوقعات ساحقة بالفوز، خاصة مع غيابات كتيرة في صفوف البلوز. الماتش بيبدأ بهيمنة مطلقة من بايرن على مجريات اللقاء، وتشيلسي في نص ملعبه بيدافع. الفرص كانت بتتوالى على مرمى بيتر تشيك اللي كان نجم الشوط الأول بلا منازع. وفي الدقيقة 83 بعد ضغط متواصل بيسجل مولر هدف التقدم برأسية سكنت شباك البلوز، والملعب بينفجر. حتى مشجعين البلوز بدأوا يفقدوا الأمل. لكن في الدقيقة 88 الدنيا بتتقلب، ركنية لتشيلسي، لامبرد بيرفع الكرة ودروجبا يرتقي كأنه بيحلق فوق المدافعين ويضربها براسه، قاتلة تسكن الشباك. فرحة هستيرية من لاعبي تشيلسي. الهدف القاتل جر المباراة لأشواط إضافية امتدت لركلات الترجيح،
بنوصل لركلات الجزاء. فليب لام بيسجل الركله الاولى للبايرن، خوان ماتا بيهدر، ماريو جوميز بيسجل، دافيد لويس بيسجل، نوير بيسجل بنفسه الركله الثالثه للبايرن، لامبارد بيسدد بثقه ويقلص الفارق، اوليتشي بيتقدم للبايرن، بيتر تشيك بيتصدى، اشلي كول بيسجل ويعادل النتيجه 3-3، شافينشتايجر بيسدد الخامسه والكره ترتد من القائم. الحسم اصبح بيد تشيلسي، ديدي دروجبا والركله الحاسمه، يتقدم وبيسجل. تشيلسي يتوج بلقب دوري الابطال اوروبا 2012 لاول مره في تاريخه، بواحده من اكثر النهائيات دراميه واثاره في تاريخ دوري الابطال. تشيلسي انتقم وتوج نفسه ملكا لاوروبا. بس نرجع ونتخيل لو المباراه 80 دقيقه. وصلنا للدقيقة 80، الحكم بيدي 4 دقايق وقت بدل ضايع، مولر بيسجل في الدقيقة 83 والحكم بيصفر. بايرن كان هيحقق البطولة على أرضه وسط جماهيره، تشيلسي ما كانش هيحقق لقبه الأول الأوروبي. روبرتو دي ماتيو مدرب تشيلسي ما كانش هيبقى المنقذ التاريخي اللي اتعين في نص مشوار البطولة وتوج بيها، وغالبا كان هيمشي بعد نهاية الموسم. دروجبا ما كانش هيبقى ملك النهائي واللحظة الأعظم في تاريخه كانت هتختفي. أما بالنسبة للبالون دور فميسي ما سابش أي فرصة لينا عشان نتخيل فيها، ده مسجل 91 جول في موسم واحد، 91 جول. تشيلسي لو ما كانش كسب ابطال 2012 كان هيغيب عن دوري ابطال الموسم القادم، لانه انهى الدوري المحلي في المركز السادس، الدوري اللي لو كانت المباراة 80 دقيقة بس ما كانش هيروح للسيتي. وتعالى دلوقتي نروح لانجلترا والموسم الاكثر اثارة في تاريخ الدوري، موسم 2011-2012. السيتي واليونايتد بيتنافسوا على الدوري لاخر ثانية، اخر جولة في الدوري. اليونايتد محتاج فوزه وتعثر السيتي، والسيتي محتاج يكسب بس. السيتي كان بيلاعب QPR كوينز بارك رينجرز ومحتاج يفوز عشان ياخد اللقب. اليونايتد كسب ماتشه ومستني هدية من QPR. لحد الدقيقة 90 اليونايتد كان بطل الدوري، جمهور اليونايتد بيحتفل لان النتيجة 2-1 QPR. فيرجسون كان على وشك انه يضيف اللقب رقم 20، بس في الدقيقة 91 زيكو يسجل ويرجع الامل للسيتي، وبعدها ب3 دقايق اجويرو يكتب التاريخ في الدقيقة 94 هدف قاتل قلب كل الموازين. بس زي ما قلت لك لو المباراة 80 دقيقة كانت كل حاجة اتغيرت. اولا ما كانش هيبقى فيه ولا هيبقى فيه دوري، اليونايتد كان هيضيف بطولة جديدة، البطولة رقم 20 للسير فيرجسون. لو كان الدوري راح لليونايتد كان احتمال السير يعتزل بدري وما كانش هينتظر للسنة الجاية لتحقيق الدوري والاعتزال بعدها. السيتي يمكن ما كانش هينطلق بالشكل اللي شفناه دلوقتي، يمكن مشروعهم كله كان ياخد منحنى تاني. جول اجويرو كان بداية عصر سيطرة السيتي على البريمير ليج، جول فتح باب السيطرة على بطولة. بس الجول الاكثر جدارة بالوصف ده هو جول فتح باب السيطرة على دوري الابطال. فخليني احكي لك ازاي. السنة 2014 ريال مدريد بيدور على حلم العاشرة، 9 بطولات في خزانة النادي، بس العاشرة ضاعت في كل مرة قربوا منها. وعلى الجهة التانية اتلتيكو مدريد، الجار المدريدي اللي دايما عايش في ظل الريال، بس الموسم ده لا، دييجو سيميوني عامل معجزة. فريقه مش بس متصدر الدوري، ده وصل نهائي الابطال بعد طريق ما كانش سهل اطلاقا، كسب ميلان في دور ال16 وبرشلونة في ربع النهائي وتشيلسي مورينيو في نص النهائي. اما الريال فواجه شالكة في دور ال16 وتألق رونالدو، وفاز على بروسيا في ربع النهائي، وسحق العملاق البافاري في الإيلانز أرينا 4-0. رونالدو جول 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 جول، رونالدو باليمين، رونالدو الرابع من الدون. مدريد في النهائي بعد 12 سنة والجمهور مش مصدق، نهائي إسباني خالص، مش بس إسباني لأ، ده مدريدي خالص لأول مرة في التاريخ. لشبونة 24 مايو 2014. الأتليتي داخل اللقاء متفوق نفسيا بعدما حسم الليجا وقلب كل التوقعات، بينما الريال مستني العاشرة. المباراة بتبدأ وشوط أول دفاعي انتهى بهدف جودين بعد خطأ من كاسياس، وبدأ إن الكاس تقترب من جانب العاصمة الأحمر، والشوط الثاني بيبدأ ونفس الأداء الدفاعي من الأتليتي. وصلنا للدقيقة 92 ريال مدريد خسران 1-0 والوقت بيجري، ركنية أخيرة مودريتش على التنفيذ. ريال مدريد بيرجع للحياة في آخر نفس، هدف التعادل جر المباراة لأشواط إضافية، وبداية الحفل على الروخي بلانكوس. فيل بيسجل الثاني، مارسيلو بيضيف الثالث، ورونالدو بيختمها بالرابع من ركلة جزاء. حلم العاشرة اتحقق وبدأت سطوة مدريد على دوري الأبطال. البطولة العاشرة جرت ال11 وال12 وال13 وال14، جول فتح باب السيطرة على أوروبا.
بس ده في عالمنا. اما لو كانت المباراة 80 دقيقة ما كانش هدف راموس هيدخل. الاتليتي كان هيحقق اول لقب ابطال في تاريخه وينهي الموسم تاريخي بثنائية الدوري المحلي ودوري الابطال. ريال مدريد كان هيكمل 12 سنة بدون دوري الابطال وهتفضل لعنة العشق، وغالبا كانت هتبقى نهاية حقبة انشيلوتي مع الفريق. حقبة سطوة ريال مدريد على اوروبا كانت هتنتهي من قبل ما تبدأ. اما بالنسبة للبالون دور فرونالدو بنسبة كبيرة ما كانش هيفوز بيها، واقرب المرشحين هيبقى مانويل نوير اللي كان بطل العالم عامل اداء خرافي ووصل نص نهائي الابطال مع العملاق البافاري. واستكمالا للاهداف القاتلة، هدف